يا منصور ده لغايه دلوقتي مش شايف اي حاجه تشد ولا حاجه جامده يعني. هو ذوق خداميني قوي يا جيجا. على رايك والله يا منصور. ده اكيد اللي عايز الافلام دي منك ذوقها نفس الجو ده، ما هي امزجه يا شقيق. امزجه؟ دي مزاجه عاكر قوي، مش مستقنص خالص. يا عم جري، اعمل معروف جري. ايوه بس. ايوه يا عم، هات لي البت البيضه الحلوه المقلوظه دي. عينيا. يا سلام، اخيرا الشاشه نورت يا جدع. لا يا عم، جري لي المقدمه وخش في المفيد على المستقنص على طول. عينيا. ايه ده؟ لا 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 لا. ايه ده منصور؟ دي خناقه دي ولا ايه؟ يا نهار اسود، ده جريمه قتل يا جيجا. قتل؟ ايه؟ بتقول هتديني الفيلم ب200 جنيه؟ يعني 200 في 100 ب 20000 جنيه؟ لا 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 لا، لازم تكرمني شويه مش كده. وبعدين يعني انا ممكن انزل الافلام دي من على النت، بس بقول اوفر وقت ومجهود. ايه ده؟ مش هلاقيهم غير عندك؟ طيب يا سيدي خلاص، انا جاهزه بالمبلغ. جهز نفسك انت وقولي هنتقابل امتى عشان نسلم ونستلم. اوكي ماشي يا روح الروح، باي. قال لك ايه يا علي؟ قال لي هيجهز اموره ويكلمني. وبعدين انت ازاي تضربني كده؟ معلش انا خايف قوي يا جماعه يفلت من ايدينا. يفلت ايه يا ابني؟ الناس اللي زي دي الفلوس هي اللي تجيبها. طب صحيح احنا هنجيب الفلوس دي منين؟ ما تقلقوش، انا بكره هروح اسحبهم من البنك. ايه ده؟ معقول يا كريم هتدفع المبلغ ده كله من جيبك؟ يا جماعه انتوا بتتكلموا ازاي؟ ده ادم، ده اخويا، وبعدين لازم اقف جنبه في زنقته، وبعدين ده احنا بينا عيش وملح يعني. راجل يا كيمو، كان عنده حق يا ادم اما كنت بقول عليك سيس، كان بيقول لي لا الواد ده راجل وجدع. بس بقى عشان جسمي اشعر وهعيط. طمن على اهلك يا ادم، هما كويسين. انا بسال عليهم على طول، ما بسيبهمش. استعبوني المره دي قوي عبال ما قالوا لي عنوانك. معلش اعذريهم برضه، من ابنهم هم قلقانين عليا وما صدقوا يطمنوا عليا في اي مكان. ما كلنا قلقانين عليك يا ادم، ده انا ما صدقت اطمن عليك. ده حتى الضابط بتاع امن الدوله اللي اسمه هشام جالي الاتelier وكان عايز يطمن عليك. اوعي تكوني قلت له حاجه. لا طبعا، انا مجنونه. انا مش عرفني يكون بيمثل عليا عشان يستدرجني في كلام ولا حاجه. بس هو في اخر القعده ساب لي نمره تليفون وقال لي لو عرفت عنك اي حاجه بقى كلمني. معاكي الرقم؟ انا جبت لك الكارت اهو عشان تشوفه. خليه معايا. هتعمل بيه ايه؟ هقول لك بعدين. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا. ايه يا ادم؟ ايه يا حبيبي؟ انا قلبت عليك المزرعه مش لقيتكش ليه؟ انت كنت فين يا ابني؟ رد يا ادم. نانسي يا خير. نانسي بتاعت الحادثه. طب اقعدوا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. بالمناسبه ادم كلمني عنك كتير، بس كالعاده هو ما بيقولش كل حاجه عنده. ما قاليش على حاجه مهمه جدا. ايه؟ اولا ما قاليش انك زي القمر. نمرة 2 ما قاليش انك راهبة. لا انا مش راهبة، انا لابسة اللبس ده بس عشان اعرف اجي هنا. خلاص يبقى انا موافق من حيث المبدأ. موافق على ايه؟ ان احنا نتخطب فترة صغيرة كده، نتعرف على بعض وبعد كده نعمل اكليل. اهلا وسهلا بيك يا بنتي، اهلا وسهلا، نورت الدنيا كلها. مش معقول اللي بيحصل ده، الموضوع زاد عن حد قوي، وانتوا واقفين مكانكم محلك سر. يا فندم الموضوع طلع اكبر مما كنا نتخيل. المسألة مش مسألة تنظيم بيضم عناصر اسلامية متطرفة وبس، لا ده في مسيحيين كمان. صحيح في مسيحيين، لكن مشتبه تورطهم بصلة مع آدم، لكن ده مش شرط خالص ان يكون في تنظيم سري ولا حاجة. بص سعادتك، انا شايف ان دي جريمة قتل عادية جدا وخدت اكبر من حجمها.
انا لما اقول في تنظيم يبقى في تنظيم، وراعي دايما يا هشام يا مذكور اني رتبه اعلى منك واعرف عنك بكتير قوي، يعني لسه بدري عليك كتير كتير قوي. مش بالآدمية يا باشا. وبعدين انا لو ما كنتش ظابط كفء ما كانوش عينوني في امن الدولة، كانوا حطوني لا مؤاخذة في المطافي. وبعدين كونك رتبة اكبر مني ده ادعى ان يكون في احترام متبادل ما بيننا، مش كل شوية اهانات 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 وانا اسكت واقول معلش رتبة اكبر منك. مش هينفع كده يا باشا. بقول لك ايه يا هشام يا مذكور؟ انا منك ليه؟ انتوا هتتخانقوا قدامي ولا ايه؟ اطلع بره استناكوا لغايه ما تخلصوا خناق وبعدين يا سيف في ايه؟ انت هتوترني اكتر ما احنا متوترين ولا ايه؟ اهدى شويه. انا اسف عليك، متوتر جدا الفترة دي عندي مشاكل كتير. شوف يا سيف يا حبيبي، لو انت حاسس ان انت تعبان ممكن تستريح ونشوف اي زميل تاني يكمل مع هشام. لا 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 كمل يا فندم، القضية دي بتاعتي ومفيش حد هيقبض على ابن صبرا ده غيري، وانا في الليلة دي يا قاتل يا مقتول. يا كريم ازيك؟ يا نانسي ازيك؟ خير. انا اسف جدا طبعا ان انا جيت في وقت غير مناسب. لا يا ابني، ده انت تنور البيت بيتك. واضح قوي ان احنا قربنا من دليل براءة ادم. بجد؟ ازاي يا ابني؟ هات الكمبيوتر بتاعك عشان لازم افرجك على الفيديو ده، ضروري قوي. سمير مصالح مش بيرد عليا خالص، وعلى فكره دي مش عوايده معايا. تشغلش دماغك يا صاحبي، هتلاقيه ساحب له مزه ومقضيها بعيد عن الناس. طب وبعدين والعمل؟ ما تقدرش نفسك، اديك عرفت الافلام دي عايزين يشتروها منك ليه، وكده ممكن يكون فخم البوليس. ايه يا نهار اسود، بوليس؟ لا هو انا كده بقى قلقان وخايف بجد. مش هو ده ريتشارد الامريكي؟ هو واضح انها ضحيه من ضحاياه. انا كده اتاكدت ان الراجل ده ما كانش حاطط الكاميرات دي للمراقبه، كان حاططها عشان يستدرج البنات بتاعته. ايوه طبعا، وانا يوم ما طلب مني اعمل له اماكن الكاميرات في بيته قلت في حد بيعمل مراقبه جوه بيته. اديكي عرفتي. المهم دلوقتي ان الفيديو ده معمول له ابلود على النت. ايه يعني ايه يا ابني؟ يعني حضرتك اللي معاه الفيديو ده معاه الهارد اللي عليه الجريمه متصوره كامله. اكيد طبعا. دلوقتي انا بتكلم معاه على النت وحاولت استدرجه واتفقت معاه ان انا اشتري منه كل الفيديوهات دي بسعر مغري قوي. هو مين الراجل ده؟ هو الحقيقه انا ما اعرفوش، بس يعني اللي انا شايفه ان هو على النت اسمه جيجا. اكيد هو ده اللي سرق الحاجات بعد ما احنا خرجنا ومن ضمنهم الهارد ده. مش عارف، بس انت بجد لازم تساعدينا. اوكي بس اساعدكم ازاي؟ تيجي معايا النهارده، وجودك معانا هيبقى مهم جدا. ماشي، هي المقابله دي امتى؟ كمان ساعتين. خلاص اوكي اجي معاكم طبعا. لا يا بنتي، انا اقترح يعني انكم تروحوا للبوليس الاول، بلاش تخاطروا بحياتكم مع راجل مجرم زي ده، ممكن يكون مسلح. طمن حضرتك، انا اتفقت معاه خلاص ان هو هياخد فلوس والموضوع هيخلص ودي. عشان خاطري يا بابا ما تحرمنيش ان انا اساعدهم في اي حاجه ممكن تلحق ادم، عشان خاطري. حاضر حاضر يا بنتي، بس تخلي تليفونك مفتوح على طول عشان اعرف اطمن عليكي كل شويه. اوكي. طمن يا انكل، معاها رجاله. تليفونه مقفول، هنعمل ايه؟ يمكن خلاص على وصول. على وصول ايه يا جماعه؟ ده ميعاده بقاله ساعه كده، متاخر علينا. انا خايف يكون شك فينا وبيتهرب مننا. فكروا بسرعه عشان لازم نشوف حل، احنا واقفين في الشارع. طب نستنى شويه يمكن يجي. ولو ما جاش؟ فلا الله ولا فلك بقى يا اخي، اكيد ان شاء الله هيجي. اللي انتوا شايفينه انا هعمله، عايزين تعملوا ايه؟ مش عارف. نستنى شويه كمان. لازم نستنى، ما عندناش حل تاني. خلاص نستنى. الو. ايوه يا هنا، ازيك؟ انا نانسي. عامله ايه؟ بقول لك ايه، انا خلاص رتبت لك الميعاد اللي كنت وعداكي بيه. ركزي معايا،
قابليني الساعة 1 بالظبط في الحمام بتاع محطة مصر. 1 بالظبط يا هنا، وخلي بالك لحد يراقبك ولا يمشي وراكي. ما تتأخريش، اوكي؟ ماشي حبيبتي، مع السلامة. لا انا حاسس ان الراجل ده حس من ناحيتنا بقلق، وده اكد لي ان هو اللي سرق، وفي نفس الوقت قرر ان هو يختفي عشان ما نعرفش نوصل له. لا بس انا عندي راي تاني يا معلم، الراجل ده مش هو اللي سرق، لان لو الراجل ده هو اللي سرق كان هيداري الفيديوهات دي عشان يداري على جريمته وفضيحته. انا مع طاهر في الراي ده. هو ما يعرفش اي حاجه عن الجريمه، لانه لو كان يعرف ببساطه ما كانش هيتجرأ وينزل اي حاجه منها على النت. عموما احنا هنفضل وراه لحد ما نجيبه. يلا يا طاهر علشان ما نتاخرش على الوقفه والنبي. وقفه؟ وقفه ايه؟ وقفه احتجاجيه عاملينها جمعيه كلنا ايد واحده عشان غلو الاسعار وتحديدا اللحمه. هو انت كمان انضميت لجمعيه كلكم ايد واحده؟ واشمعنى بتقول اللحمه كده بحرقه؟ عشان ما باكلهاش يا كيمو. يعني انت لازم تاكل لحمه؟ كل فراخ، كل سمك، اشمعنى اللحمه يعني؟ لا ما الموضوع اكبر من كده يا كيمو، حكومه بلدك نجحت ان تخلي كل الشعب نباتي. سلامتك يا امين. الو سلام عليك يا اخويا. مالك يابا بس كفلنا الشر. الدكاتره بيقولوا لازم عمليه في القلب، لو ما اتعملتش بسرعه في خطر على حياته. لا ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. هذا الشر عليك يا اخويا، ربنا يبعد عنك كل شر يا رب. ما في شر اكتر من اللي انا فيه. ربنا يزيح عنك وعننا عم امين. تعرفوا حاسس ان دي اخر مره هشوفكم فيه. لا يا اخويا ما تقولش كده، بعد الشر عليك. ما تقولش كده يابا والنبي. حقك عليا يا يحيى، انت اللي وجع لي قلبي. حقك عليا يا يحيى. اخس عليك، ما تقولش كده يا امين عشان خاطري. هو الصغير يا صبرا، وانا مش هلحق اعيش له. للاسف ما ورثتوش غير عار هيعره بقية عمره. حقك عليا يا يحيى، انا فشلت ان انا اكون لك الاب اللي بتتمناه. يابا انت ابويا وانا بحبك زي ما انت ومهما عملت. انا ما عملتش اللي كان المفروض انه يتعمل، ما قلتش للغلط لا، رديت بالظلم وتطيط ومشيت جنب الحيط عشان اعرف اربيكم. ظلمت، اما ظلمت وركبت الموجة عشان اخليكم تعيشوا مبسوطين حبتين. ومش بس كده، ده انا رحت لربنا لحد بيته قلت تمنيت انه ينجيني ويسترني. في بجاحة اكتر من كده، في بجاحة اكتر من كده، بس انا كنت عارف انه غفور رحيم وهيسامح. طبعا يا اخويا ربنا غفور رحيم وبيسامح، بس ما تتكلمش اكتر من كده، ما تتعبش نفسك. سيبيني يا صبرا اتكلم. انا عشت كاتب في قلبي وجع لحد قلبي ما وجعني، والكيل طفح. صبرا امان عليكي، وصي العيال، وصيهم يقولوا للغلط لا، وما يعملوش زي انا ما عملت. فهميهم انهم ما يرضوش بالظلم ويقولوا للغلط
لا فهميهم، خلي بالك منهم. ربنا معاكي، ربنا معاكي. امين. ادم، ايه اللي انت عملتيه ده يا نانسي؟ ايه اللي جابك هنا؟ مش عايز تشوفني يا ادم؟ هو ده اللي بينا؟ بدل ما تديني فرصه اقف جنبك في محنتك. ليه؟ ده انا عمري ما تمنيت حد قدك. ازاي ما بقاش جنبك؟ انت مجنونه يا بنتي. انت عارفه انا بحبك قد ايه، بس انا بجد ما بقتش عارف الصح من الغلط. انا عمري ما هسيبك يا ادم، حتى لو انت سبتني. الموضوع مش فتح صدر يا هنا. انت عمرك تعرفي عني ان انا مش جدع؟ انت اجدع واحد في الدنيا. طب عمرك سمعتي عن واحد جدع اناني؟ مين قال انك اناني؟ ما هو انا لو علقتك بيا ابقى اناني. انا عندي مشكله كبيره هنا، انا مش يومين ثلاثه وخلص مشكلتي. انا ما يهمنيش حاجه، اللي يهمني انت وبس. انا عمري ما هكون لحد غيرك. انا فتحت عينيا لقيتك، شفت الدنيا بعينيك. ازاي بعد كل ده تقولي خلاص اسيبك؟ ازاي؟ انا تعبانه قوي. انا تعبانه اكتر منك، تعبانه اكتر منك والله العظيم. بس ده قدري، وقدرك انك تحبي واحد ميت. امشي يا هنا، روحي يلا. امشي امشي يا هنا. غصب عني، غصب عني والله. امشي عشان خاطري، عشان خاطري امشي. هنا ليه عملت كده يا ادم؟ عشان بحبها. الله يرحمك يا عم امين، الله يرحمك يا عم امين، الله يرحمك. ادم، الحمد لله على السلامة حبيبي، عامل ايه؟ انت بتعيط يا خالد؟ لا لا حبيبي مفيش حاجة خالص. في ايه مالك؟ المهم انت عامل ايه؟ كويس؟ مش كويس. معلش معلش يا حبيبي، بكرة تروق وتبقى زي الفل. بص يا حبيبي، لو في حد اداك امانة ورجع يطلب الامانة دي منك، هتديها له ولا لا؟ اكيد هديها له طبعا. طب تخيل بقى ربنا هو اللي اداك الامانه دي
وربنا عايز امانته ياخدها ولا لا؟ في يا خالد؟ بقاء الله. ابوك تعيش انت. يا حبيبي شد حيلك، شد حيلك، بركه فيك يا حبيبي. اجمد كده بقى، اجمد. شوفي، انا سمعت عن اللي قتل امه وسمعت عن اللي اغتصب اخته، لكن بصراحه انا اول مره اسمع عن واحده تفضح ابوها وتسجنه. والله يا فندم اللي اتربيت عليه ان اللي غلط لازم يتعاقب. يا ريت كان في زيك كتير. يا فندم على فكره انا ممكن اسجنك. ممكن اسجنك بسبب الوقفه الاحتجاجيه اللي انت عملتيها انت وزمايلك عشان غلاء الاسعار، وعشان كمان كان في خسائر كتير. بس انا مش هسجنك. عارفه ليه؟ لا مش عارفه. عشان انت بنت جدعه، جدعه وبتقولي الحق. خليتيني حيران، ما بقتش عارف احييكي ولا اسجنك. افهم من كده ان حضرتك معانا في مناهضه غلاء اللحمه؟ مناهضه ايه؟ المقاطعه هي الحل، مقاطعه على طول. بس ده بيني وبينك عشان مش عاوز مشاكل.